اسمي محمود محمد من تركستان الشرقية، وأتيت إلى تركيا قبل 2 سنين، والآن أعمل في جمعية علماء مسلمي تركستان الشرقية ومسؤول عن العلاقة الخارجية في الجمعية. بالنسبة للسؤال حول الجرائم الصينية في تركستان الشرقية، طبعا الجرائم الصينية الشيوعية منذ أن احتلت تركستان سنة 49 بعد 1900 لم تتوقف يوما، ولكن وتيرتها تختلف من زمن إلى زمن ومن يوم إلى آخر. في الستينات والسبعينات القرن الماضي كان هناك ما سمي في ذلك الوقت الثورة الثقافية، وفي هذه الثورة كان القصد منه القضاء على كل ما هو قديم، سواء كان هذا القديم دينا أو عرفا أو تقاليد أو أعراف أو لغة، حتى غيروا كتابة اللغة في ذلك الزمان. ولكن بعد انتهاء هذه الثورة بموت ماو سي تونغ انفتحت الصين إلى العالم الخارجي جزءا بسيطا، مما أتاح للمسلمين فرصة للحرية إلى حد ما، وكانوا يمارسون حياتهم اليومية بحرية إلى حد ما. ولكن الوضع طبعا ما دام هناك الاحتلال لا يسكت، لا يتوقف عن جرائمه إلا بعد أن يترك الشعب دينه وأعرافه وتقاليده. وبعد سنة 2001 وبعد 11 من سبتمبر الصين استغلت الوضع العالمي بالنسبة للحرب على الإرهاب وركبت هذه الموجة، وبدأت تضيق أكثر فأكثر للمسلمين التركستانيين، واعتقلت العلماء والأفاضل وكل من له فكر عن تركستان وعن أهلها وعن مكانتها في الأمة الإسلامية. واستمرت الوضع يشتد يوما فيوما إلى أن وصلنا إلى غاية 2017. هم أصدروا قرارات ومراسيم يحدد في هذه القرارات والمراسيم ما يسمى علامات التطرف والإرهاب أو مظاهر التطرف والإرهاب. عندما ينظر أي واحد إلى هذه المظاهر التي أصدرتها الحكومة الصينية تجد أن المسلم لا يستطيع أن يعيش مسلما إلا وهو متلبس بأحد هذه المظاهر. إن لم يتلبس بأحد هذه المظاهر لن يكون الإنسان مسلما، لأن التمسك بأي شعيرة من شعائر الدين أصبح من علامات التطرف والإرهاب، وبأن الامتناع عن شيء حرمه الله عز وجل مثل الخمر أو السجارة أو غيرها من المحرمات أصبح أيضا علامة من علامات التطرف. ولذلك الصين حجزت واعتقلت ما يقارب من 5 ملايين من التركستانيين في السجون والمعتقلات بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف وتعليم هؤلاء المعتقلين الحياة الحضارية كما يقولون هم أنفسهم، ولكن في حقيقة الأمر هم يريدون أن يسلخوا وأن ينسلخ الشعب التركستاني عن دينه وأعرافه وتقاليده ولغته. ولذلك ألغت اللغة التركستانية من مراحل التعليم كلها مع بداية 2017 شهر سبتمبر، وهذا إن دل إنما يدل على أنهم يستهدفون الشعب التركستاني كاملا، سواء من الناحية الدينية أو الحضارية أو العرفية أو اللغوية، وهم يريدون القضاء على كل شيء في تركستان، ويصبح الشعب التركستاني مثل الصينيين لغة وأعرافا وتقاليد. ولذلك هم الآن يجبرون المعتقلين في السجون على تعلم اللغة الصينية والمدائح الصينية والأعراف الصينية واللبس باللباس التقليدي الصيني والأكل بالطريقة الصينية، وفي كل شيء هم يحاولون أن يجعلوا الشعب التركستاني مثل الصينيين في حياتهم اليومية. عندما نتحدث عن العالم الإسلامي لازم نتحدث عن الشعوب خاصة وعن الحكومات شيئا أو حديثا مختلفا، لأن الشعوب
يعني في الغالب الأعم هو مع القضايا الإسلامية، مع قضايا الأمة الإسلامية في أصقاع الأرض جميعا. هم مع التركستانيين في قضيتهم، مع البرميين في قضيتهم، مع الفلسطينيين في قضيتهم. الشعوب كشعوب، الشعوب إلى الآن رغم المحاولات المتكررة من أعداء الأمة تشعر أن الأمة الإسلام أمة واحدة، ولكن الشعوب في العالم الإسلامي ليس لهم ناقة ولا جمل كما يقولون، ليس لهم أي تأثير في القرار السياسي، ولذلك الشعوب يبقى بعيدا عن مركز القرار وعن سلطة القرار، والحكومات دائما تبحث عن مصالحها الضيقة وتضحي يعني بمبادئها ودينها وأعرافها أصلا إن وجدت لهم أعراف أو مبادئ. ولذلك العالم الإسلامي ساكتة وفي أغلبها مؤيدة للصين في هذه الإجراءات مع الأسف الشديد. ونحن كتركستانيين نطلب من الحكومات إن لم يكن لكم موقف إيجابي مما يحصل في تركستان فلا يكن لكم موقف سلبي يعني لأهل تركستان، أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبكم على وقوفكم مع الظالمة. إن لم تستطيعوا أن تقفوا مع المظلوم فلا تقفوا مع الظالم، هذا أقل الواجب. أما الشعوب نحن دائما نطلب من الشعوب أولا الدعاء، لأن هذا في أيديهم ولا يستهان بالدعاء، الدعاء سلاح المؤمن كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا يعني نشر هذه القضية بين الشعوب المسلمة وفضح الصين بجرائمها في تركستان الشرقية ومحاولة مقاطعة البضائع الصينية في البلاد الإسلامية، وهذا ما نتمناه من الشعوب. أما الحكومات فلا تقفوا مع الظالم إن لم تستطيعوا أن تقفوا مع المظلوم. مع الأسف الشديد هناك بعض الكتاب سواء من العرب أو الأتراك أو غيرهم من ينظرون إلى قضية تركستان على أنها قضية لا تستحق بصراحة تدخلا من العالم الخارجي أو من العالم الغربي أو الشرقي أو العالم الإسلامي. هم ينظرون إلى قضية تركستان على أنها قضية يعني انتهت مدتها وانتهت حيويتها، ولذلك ينظرون إلى الصين على أنها القوة الصاعدة في المستقبل القريب، على الدول العربية والإسلامية الاعتماد على الصين والوقوف مع الصين في سياستها الداخلية والخارجية وضد أمريكا، هكذا يقولون، ضد أمريكا والغرب. ولذلك هم يقولون تبريرا لخذلانهم بصراحة وتبريرا لسكوتهم، يقولون لماذا لا تدعون الصينيين إلى الإسلام ويصبح الصينيين مسلمين، ومن ثم يضيف الصينيون قوة إلى قوة أمة الإسلام، هكذا يقولون. لا طبعا ليس هذا تعميما، ولكن يصدر من بعض الكتاب ومن بعض الدعاة والعلماء. أنا قلت لهم في السابق وأقول لهم من هذا المنبر: إذا كان مشاكل العالم أو مشاكل الدول تنتهي بدعوة الناس إلى الإسلام ويسلم الناس هكذا، أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر أصلا هكذا يعني. ومشاكل في كثير من الدول، هناك مشكلة فلسطين في فلسطين، ومشكلة الأقباط في مصر، ومشكلة العلويين مثلا في تركيا أو غيرها من البلاد، مشاكل كبيرة وكثيرة في سوريا. لماذا لا يدعو الفلسطينيون اليهود إلى الإسلام ويسلم اليهود وينتهي مشكلة فلسطين ويؤسسوا دولة واحدة؟ ولماذا لا يدعو المصريون عددهم أكبر من 80 مليون، حوالي 10 مليون قبطي إلى الإسلام ويسلم هؤلاء الأقباط وينتهي ما يسمى صراع الطوائف في مصر مثلا، وفي سوريا نفس القصة فقط. يعني هذا كلهم عندما نقول لهم مثل هذا الكلام يسكتوا، يعني هم يقولون مثل هذا الكلام فقط تبريرا لموقفهم من الرضا بالخذلان والسكوت. يعني في تركيا إذا قورنا بالدول العربية والإسلامية ما عدا تركيا، موقف
يشكر لها. وبصراحة في الزيارة الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان وفي لقائه مع الرئيس الصيني ذكر وسائل الإعلام الصينية والتركية أو رئاسة الجمهورية التركية نشرت ما دار في هذا اللقاء. طبعا وسائل الإعلام الصينية حرفت تصريح الرئيس أردوغان في هذه الزيارة. هم كيف كتبوا أن الرئيس التركي شكر الرئيس الصيني في قضية الأويغور والتركستانيين، وأنه يشعر أن الأويغور والتركستانيون يعيشون بسلام وأمن وأمان ويتمتعون بالرفاهية. هكذا كتبت وسائل الإعلام الصينية. طبعا نحن صدمنا يعني عندما قرأنا هذا في الوسائل الإعلام الصينية ونشرت في وسائل الإعلام العالمية. صدمنا، كيف يقول الرئيس أن الشعب الأويغوري يتمتع بالحرية ويعيش بأمن وأمان؟ ولكن بعده بيوم أو يومين صدر تصريح من رئاسة الجمهورية التركية بيّنت في هذا التصريح أن الرئيس التركي عبر عن طلبه وأنه يتمنى ويرجو أن يعيش الشعب التركستاني بحرية وأمان. أي هو طلب من الرئيس الصيني أن يترك للشعب التركستاني الحياة الكريمة، أن يترك لهم حريتهم في الحياة. كان هذا هو طلبا ورجاء، ولكن وسائل الإعلام الصينية حرفت هذا التصريح وكتبت بعكس ما قال، يعني أنه عبر أن الشعب كذا كذا وكذا. يعني نحن بمجرد يعني ذكر هذه القضية عند الجلوس مع الصينيين هذا يشكر له يعني لهذا الموقف، ولكن لا يكفي هذا الموقف من الرئيس. طبعا نحن نتفهم أن لتركيا أعداء كثيرون في دول الجوار أو غيرها، ولكن يعني تركيا تبنت قضايا مثلا قضايا فلسطين وسوريا واليمن وغيرها، قضايا دول كثيرة في العالم الإسلامي تبنت قضيتهم ووقفت بجانبهم إعلاميا ويعني على الأقل. ونحن نتمنى، لأننا الشعب التركي لهم علاقة طبعا بأخوة الإيمان مع كل الشعوب المسلمة، ولكن علاقتنا بالشعب التركي يزيد عن ذلك. أولا يجمعنا أخوة إيمانية، وثانيا يجمعنا عرق تركي. يعني الأتراك دائما عندما نقول نحن من تركستان هم يقولون يعترفون أننا من هناك، أنتم أجدادنا وأصلنا من هناك من تركستان، وهذا معروف في التاريخ. ولذلك يجمعنا عرق، علاقة القرابة من ناحية العرق وعلاقة الأخوة من ناحية الدين. ولذلك يقع مسؤولية أكبر على تركيا بحكم مسؤوليته التاريخية. وأيضا كان يعقوب بيك رحمه الله عندما أسس الدولة الكاشغرية كانت بايعت على الخليفة العثماني في ذلك الوقت عبد العزيز خان، وسكت العملة باسم الخليفة، وكنا نحن في ذلك الزمان نعتبر جزء من الخلافة العثمانية. ولذلك هناك علاقة تاريخية وعلاقة عرقية وعلاقة دينية، ولذلك مسؤولية كبيرة وعظيمة. في التصريح الأخير حتى بعض الدول العربية أو بعض وسائل الإعلام العربية التي تشمت في تركيا قالت تركيا تخلت عن تركستان وعن الأويغور، يعني عابت على تركيا بسبب ما نشر في وسائل الإعلام الصينية في تلك الزيارة الأخيرة. وتحدثت كثيرا هم كيف يتبنى قضية فلسطين أو قضية سوريا وهو يتخلى عن قضية قومه. هو أصلا يعني كلام كبير، يعني هو أصلا يريد أن يستغل هذا الوضع ويريد أن يبني مجدا يعني هكذا. ولذلك حتى يكون للحكومة التركية وللدولة التركية موقف مشرف، يعني نتمنى أن يكون لهم موقف أقوى من هذا وأكثر تأثيرا
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى نحن نعيش هنا في تركيا، لا نتمنى أي شر لتركيا، نتمنى كل الخير والاستقرار والتطور لهذا البلد، وندعو ألا يستغل بعض الأحزاب مثلا الأوضاع في تركستان لضرب مثلا بعضها البعض. هذا حصل أخيرا من بعض الأحزاب، يعني يستغل هذا. عندما أي حزب عندما يكون في الحكم له وضع مختلف عندما يكون في المعارضة، ولذلك نرجو التعقل طبعا في الحفاظ على أمن تركيا وسلامتها والتمسك الداخلي يعني أو الوحدة الداخلية، هذا مهم جدا. وفي نفس الوقت يعني نتمنى أن يكون لهم موقف أقوى وأكبر. طبعا هناك اختلاف كبير. أولا عندنا مشكلة، جذور المشكلة عندنا الاحتلال. المشكلة بدأت ما بعد الاحتلال الصيني لهذه المنطقة، ولنا قبل ذلك دول مستقلة وحضارة مستقلة ومساهمة في الحضارة الإسلامية، ولنا لغة وأعراف وتقاليد، كل شيء يختلف عن الصينيين. أما المسلمون في الداخل الصيني ليس لهم أصلا يعني أي مطالب سياسية من الصين، هم صينيون لغة وثقافة وأعراف وتقاليد، ويحتفلون بالأعياد الصينية المختلفة، وليس لهم أي مطالب. يعني هم من قديم الزمان عاشوا مع الحكومات الصينية المختلفة المتعاقبة يعني بدون أي مشكلة. ولذلك الظلم الذي يمارس علينا لا يمارس عليهم بنفس الأسلوب وبنفس الشكل، ولكن عليهم أيضا ظلم، لأنهم بسبب يعني إسلامهم هم أيضا يتعرضون لمضايقات ولمشكلات. في الثورة الثقافية هم أيضا تعرضوا لما تعرضنا نحن. وفي هذه الأيام أيضا إن لم يكن يعني ملايين منهم في المعتقل، ولكن مساجدهم يهدم أيضا في الداخل الصيني، وأعرافهم وبعض تقاليدهم مثلا إذا كان أسماءهم بالعربي يطلب منهم تغيير الاسم، إذا كان هناك اللافتات مثلا مكتوبة على المطاعم بالعربي يطلب أيضا مسح هذه اللافتات، ما يسمى تصين الإسلام. يعني إذا كانت المساجد مبنية على المعمار الإسلامي مثل التركي أو العربي هدمت مثل هذه المساجد أو القباب. حتى في الداخل الصيني هم يطلبون أن يكون المساجد على المعمار القديم الصيني، ولذلك عليهم أيضا الضغوط في هذه الأيام، ولكن ليس كما نتعرض نحن. في السابق كان هناك يعني بعض المساعدات خاصة لمن فهم الدين، يعني لمن فهم الدين وتعلم مثلا في الخارج أو عرف شيئا عن وحدة الأمة وعن تماسك الأمة. كان هناك تعاون. بعض التركستانيين عندما كان المدارس عندنا ممنوعة مثلا للتعليم الإسلامي كان يذهب إلى المدن الصينية الداخلية ويدخل إلى مدارس هؤلاء المسلمين الصينيين ويتعلم في هذه المدارس. ولكن مع الأسف الشديد منذ ما يقارب 5 سنوات أيضا كثير من مدارسهم أغلقت. إن لم يغلق هم اشترطوا عليهم إن وجد واحد تركستاني من الأيغور المدرسة يغلق، ولذلك حفاظا على مصلحتهم هم أصبحوا يعني لا يقبلون الطلاب التركستانيين في مدارسهم الخاصة. يعني بالنسبة للتركستانيين الذين ذهبوا إلى الدول الغربية أو الأوروبية على الأقل يشعروا بأمن وأمان. يعني حصل بعضهم على الجنسية وحصل بعضهم على الإقامات الدائمة. الذين أتوا إلى تركيا أيضا من بلاد مختلفة يشعرون بأمن وأمان في الغالب الأعم، هم أيضا حصلوا على الإقامة وبعضهم على الجنسية. أما الذي يعيش في بعض الدول العربية ما زال يعيش بخوف واضطراب قليلا يعني إلى حد ما، لأن ما حصل في مصر لم يكن متوقعا أصلا. كان في مصر في الأزهر الشريف أكثر من 3000 طالب يعني ما قبل 2016، ولكن يعني
طبعا مع بداية 2016 كانت الحكومة الصينية تطلب من الطلاب جميعا العودة إلى البلاد، وهناك من استجاب لهذه الضغوط بسبب وقوع أسرهم وعائلاتهم في القبضة الصينية، ولذلك عادوا بحريتهم. ولكن هناك من لم يعد طبعا وبقي في مصر لغاية 2017 شهر مايو وما بعده شهر 7. وكنا لا نتوقع أن الحكومة المصرية تتعاون مع الصين وتقبض على الطلاب تركستانيين في مصر بهذه الطريقة الهمجية والوحشية وترميهم في السجون والمعتقلات المصرية. ومن ثم رغم أنهم أفرج عن أغلب من اعتقل، ولكنهم سلموا حوالي 25 طالب تركستاني إلى الصين، وهذا ما يحزننا ويؤلمنا كثيرا جدا. والشعب التركستاني الشعب المصري في الغالب الأعم مغلوب على أمره، وليس لهم يد في هذا، أنا أتوقع ذلك، وهم غير راضين عما حصل. ولكن الحكومة المصرية فقدت قيمتها أمام أنفسها، ومن ثم فقدت قيمتها أمام الصين وسلمت هؤلاء هكذا بدم بارد كما يقولون. وكلهم الآن لا يعرف مصيرهم، الذين سلم إلى الصين لا يعرف مصيرهم، هل هم ماتوا أم أحياء لا نعرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هؤلاء المسجونين في تركستان. مثلا هم كثير، هناك إخوة مثلا واحد اسمه فتح الدين مثلا كان يدرس في مصر، وأبوه حتى جاء إلى مصر للزيارة، وبعد عودته مباشرة اعتقل أبوه وحكم عليه ب5 سنوات. وهناك أنا أعرف واحد اسمه عبد الغفار كان أبوه معتقل وكنا نحن لم نخبره حتى لا يحزن أكثر. مع الأسف الشديد هذا الأخ قبض عليه في مطار القاهرة وسلم إلى الصين في ضمن 25. أبوه كان معتقل بسبب أنه ابنه في الخارج يتعلم ويدرس، وهو قبض في مصر رغم أنه كان عنده إقامة وكل شيء سليم، ولكنه رغم ذلك سلم إلى الصين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، وغيره الكثير وغيره الآن مثل هذا الأخ وغيرنا، كل من في الخارج لا يستطيع أن يعرف عن أسرته شيئا، وأغلبهم في السجون أو جلهم في السجون، آباء الطلاب وأمهاتهم في السجون والمعتقلات أو إخوانهم هكذا